بيبدأ المسلسل مع واحدة اسمها أسيل، وبنشوفها وهي بتتعشى في بيت عماد شريك سيف جوزها، وبيبقى موجود نورة زوجة عماد وبنتهم تيا. وبيتصدموا لما أسيل بتقول لهم إن جوزها بيخونها مع بنتهم وإنهم بيحبوا بعض من سنتين. وبيرتبك سيف ومش بيعرف يرد، وبيتعصب عماد وبيطردهم من البيت، لكنه بيتصدم لما أسيل بتعرفه إن بنته كمان حامل من جوزها، فبيسكت عماد ومش بيعرف يرد، وبتزعلها تيا وبتطردها من البيت. وبنرجع بالزمن 20 يوم وبنشوف أسيل وهي في بيتها، وبيبقى باين عليها إنها مبسوطة، وده لأن هي وسيف بيحبوا بعض جدا، وكمان عندهم ولد اسمه يزن. وبيظهر ان عيلتهم مثاليه، وده لان اسيل بتبقى شايفه ان جوزها اب وزوج مثالي. ولما بيجي الليل بيرجع سيف من السفر وبيدخل على ابنه وبيبوسه وهو نايم، وبعدها بيصحي اسيل وبيعرفها انه وصل، وبيقول لها انه افتقدها. وتاني يوم بتجهز اسيل عشان تروح المستشفى، وده لانها بتشتغل دكتوره، وبتطلب من سيف انه يوصل ابنهم للمدرسه. وبتتفاجئ اسيل لما بتشوف مرطب للشفايف في هدوم جوزها، واللي بينكر وبيقول لها انه اشتراه عشان شفايفه ناشفه، فبتصدقه اسيل. وبعدها بتحس ان رقبتها بتوجعها، وعشان كده بيدهن لها سيف رقبتها وبيديها الكوفيه بتاعته. وفي الطريق بتتصل أسيل على نادين صاحبتها وبتحكي لها على التجهيزات اللي بتعملها عشان عيد ميلاد سيف. وبعدها بتوصل أسيل للمستشفى، وبتتفاجئ لما بتشوف عربيات الشرطة، وبتعرف إن دكتور رفيق كان بيخنق مريض وهو سكران، لكن أسيل بتنجح في إنها تدافع عن رفيق قدام المحقق، واللي بتعرفه الطريقة اللي المفروض ينقذوا بيها المريض اللي نفسه اتقطع. وبعدها بتدخل المكتب بتاعها وبتتفاجئ لما بتلاقي شعرايه صفرا على الكوفية، وساعتها بتفتكر المرتب اللي شافته في جاكيت سيف، وبتقلق أسيل ومش بتبقى مركزة. وفي الوقت ده بتدخل لها مريضة اسمها أمل، واللي بتطلب منها تكتب لها منوم، لكن أسيل بترفض وبتقول لها انها لازم تعرف تشخيصها الاول. وبعدها بتظهر واحده اسمها نوره، واللي بنعرف ان أسيل انقذتها قبل كده، وده لانها كانت مريضه جدا، وعشان كده نوره بتحبها وبتدعيها لافتتاح معرض بتاعها. لكن أسيل مش بتكون مركزه معاها، وده لانها بتبقى مركزه مع شعرها واللي بيكون نفس لون الشعرايه واللي كانت على الكوفيه. وبتلاحظ نوره وبتسالها ان كان شعرها مش عاجبها، فبترتبك أسيل خصوصا لما نوره بتطلب منها انها تجيب جوزها معاها. وبعدها بترمي أسيل الشعرايه في الزباله وبتروح المدرسه عشان تجيب ابنها. وفي الوقت ده بتظهر ريم، وبتتفاجئ أسيل لما بتعرف انها بتشتغل مع سيف وان هي المساعده بتاعته. وبتتوتر أسيل لما بتلاحظ لون شعرها، وبتقول لها ريم انها مبسوطه جدا بالشغل مع سيف، وده لانها بتقدر تخرج بدري. فبتتفاجئ أسيل، وده لان جوزها بيرجع البيت متاخر، ولما بيرجع سيف للبيت بيلاحظ انها متغيره. فبتساله أسيل عن ريم، وبتقول انها ما كانتش تعرف انها بتشتغل عنده من سنه، وان هي كمان بتسافر معاه كل مره. فبيقول لها ان لازم المساعده بتاعته تكون معاه. فبتسيبه أسيل وبتروح عند نادين، وبتتفاجئ لما بتركز في شعرها وبتعرف انه اشقر. وبتقول لها أسيل انها شافت شعرها صفرا على كوفيه جوزها، وبتتصدم لما نادين بتقول لها انها بتاعتها وان هي وسيف بيحبوا بعض. وبعدها بتضحك، وبيظهر انها كانت عامله مقلب في أسيل، واللي بتنهار ومش بتبقى قادره تاخد نفسها، خصوصا لما بتشوف مع نادين نفس مرطب الشفايف بتاع جوزها. ولما بترجع أسيل البيت بتشوف تليفون سيف، فبتقرر انها تفتحه، وبتطمن لما مش بتلاقي عليه حاجه. وبعدها بشويه بيجي رساله لسيف من الفندق اللي كان قاعد فيه، وبتتفاجئ أسيل، وده لانه ما جابش سيره عن الفندق ده قبل كده. وتاني يوم بتحكي كل حاجه لجمانه صاحبتها في المستشفى، وبتقول لها انها شاكه انه بيخونها مع نوره، لكن جمانه مش بتصدقها، وده لانها كانت صاحبه سيف من زمان ومن قبل ما تعرف أسيل، وعشان كده بتدافع عنه. لكن أسيل بتفضل مش مركزه مع المرضى بتوعها، وبيقول لها المريض انه تعبان جدا وان الدواء مش جايب نتيجه. فبتطلب أسيل منه انه يبطل يهرش في ايده، لكنها بتتفاجئ لما المريض بيمسك ايديها وبيقول لها انه حاسس بيها وان في حاجه مضايقاها، وبيطلب منها ما تثقش في حد. فبتبعد أسيل ايده وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي الساعه 5 وبتخرج من المستشفى عشان تروح شركه سيف وتراقبه، وبتفضل أسيل ماشيه وراه لحد محل الورد. وبتتفاجئ لما بتشوف امل وهي بتتخانق مع واحد اسمه سامر واللي بيكون جوزها، وبيمد ايده على امل، لكن أسيل مش بتقدر تعمل لها حاجه لانها بتبقى مركزه مع سيف. وبتفضل ماشيه وراه لحد ما بتشوفه وهو رايح لبيت والدته. فبتدخل أسيل عليهم وبتزور حماتها، واللي بتلاحظ ان أسيل متغيره، وبتقول لها انها عارفاه كويس. لكن أسيل بتتهرب منها وبتتكلم مع سيف، واللي بيقول لها انه بيزور والدته كل يوم بعد الشغل بسبب انها مريضه جدا. فبتتحرج أسيل وبتعتذر له انها شكت فيه وبتطمن جدا، لكنها بتتصدم لما بتتكلم مع الشغاله وبتعرف منها ان سيف ما شافش والدته من شهر. وبتتاكد أسيل ان جوزها بيخونها، ولما بترجع البيت بتقفل عليها الحمام وبتفضل تعيط. وبتتكلم مع ابنها واللي بيحكي لها عن زميلته اللي اهلها منفصلين. وبتحزن أسيل لما بيقول لها يزن ان عمره ما هيتقبل لو هي انفصلت عن والده. وبعدها بيجهز سيف عشان يروح معرض نوره، وبيتفاجئ لما بيعرف ان أسيل هي كمان معزومه، واللي بتقوله انها تلبس وتروح معاه. ولما بيوصلوا للمعرض بيقولها سيف انه لازم يتعرف على عماد زوج نوره، وبيطلب من أسيل انها تساعده عشان يحقق حلمه وينقل شغله لحته تانية. فبتوافق أسيل وبتدخل المعرض معاه، وبتقابل نوره واللي بتتبسط جدا لما بتشوفها، وبتعرفها على عماد واللي بيوافق انه يتكلم مع سيف عن المشروع بتاعه عشان خاطر أسيل. واللي بترتبك لما نوره بتمدح في جوزها، واللي بتعرفها على تايا بنتها. وبتتخانق أسيل وبتخرج من المعرض. وفي الوقت ده بتشوف امل وبتعتذر لها انها ما قدرتش تساعدها، لكن امل بتكلمها بطريقه وحشه وبتقول لها انها ما تفرقش معاها حاجه، وده
لانها فقيره وانها ما تعرفش حاجه عن اللي زيها، وده لان حياتها مثاليه. فبتعيط وبتقول لها ان جوزها بيخونها. فبتقول لها امل انها ممكن تتطلق وده لانها مش محتاجه منه حاجه، لكن اسيل بتبقى خايفه على ابنها. فبتوريها امل الجروح اللي على جسمها بسبب ضرب سامر ليها، وبتطلب امل منها انها ما تعملش زيها وتخبي اللي هي بتحس بيه وتتعامل عادي. وتاني يوم بتروح لها اسيل الشغل وبتديها الدواء اللي هي كانت عايزاه، لكن بشرط انها تساعدها وتراقب سيف. فبتوافق امل وبتفضل ماشيه وراه لحد ما بتشوفه وهو خارج من عماره، وبعدها بيخرج منها وبيبقى معاه بنت. وبتنهار اسيل لما بتتاكد وبتعرف ان جوزها بيخونها، وبتسالها امل على اللي هتعمله. فبتقول لها انها محتاجه دليل قوي. فبتطلب امل منها انها تدور في صندوق العربيه كويس، وده لانها متاكده انه مخبي فيه حاجه. وبعدها بتوصل اسيل للمكان اللي فيه عيد ميلاد جوزها، لكنها مش بترضى تنزل من العربيه. وفي الوقت ده بتوصل نورا وتهي بنتها، وبتتفاجئ اسيل لما بتشوف رقم العربيه اللي هم راكبينها، واللي بيكون نفس رقم العربيه اللي امل صورتها. وبتتاكد اسيل ان سيف بيخونها مع نورا، وبعدها بتكذب عليه وبتقوله انها نسيت الكاميرا، وبتطلب منه مفتاح العربيه بتاعته عشان تاخد الكاميرا منها. وبتستنى اسيل لحد ما سيف بيمشي، وبتفتح العربيه وبتفضل تفتش فيها لكنها مش بتلاقي حاجه. لكنها بعدها بتفتح صندوق العربيه وبتلاقي الشنطه بتاعت سيف، واللي بيبقى فيها تليفون تاني غير التليفون اللي معاه. وبتتصدم اسيل لما بتفتحه وبتشوف صوره جوزها مع تيا بنت نورا، ومش كده لكن كمان كل اصحابهم. وبتعرف ان نادين وسالم جوزها وجمانه صاحبتها كانوا عارفين ومخبين عليها. فبتنهار اسيل وبتعيط. وساعتها بتفتكر اليوم اللي سيف تقدم لها فيه، وانه وقتها قال لها انه هيخليها اسعد واحده في الدنيا. وبتتمسك اسيل وبتدخل الحفله، وبترفض انها تعيش دور الضحيه، وبتقرر تنتقم من جوزها، لكنها بتحس انه اقرب الناس ليها بيخونوها. وفي الوقت ده بتتخيل انها واقفه قدام سيف وبتطعنه في قلبه. وبعدها بتفوق على صوت ابنها وهو بيطلب منها الكاميرا، وبيلاحظ سيف انها متغيره. فبتكذب عليه وبتقوله ان عندها صداع. وبعدها بيحتفل سيف بعيد ميلاده، وبيساله سالم عن امنيته. فبيرتبك خصوصا وهو بيتكلم عن اسيل وبيمدح فيها، وده لان تيا بتغيره وبتبقى متضايقه جدا. وبتقرر اسيل انها تضايقها اكتر وبتحضن سيف قدامها. وبعدها بيقعد سالم ونادين مع عماد واللي بيفضل يتكلم عن الخلفه والاولاد. وبتتاثر نادين بكلامه بسبب ان نفسها تخلف لكن جوزها مش موافق، وده لانه شايف ان الاطفال بيدمروا الحب. وبتقرر اسيل انها تقعد على ترابيزه نورا. بيرتبك سيف وده لانه مش عايزه تقعد مع تيا لكنه مش بيعرف يمنعها. وبتوجه اسيل كلامها لتيا وبتعتذر لها لانها ما تعرفش حد في الحفله. فبتقول لها انها تعرف نادين، واللي بترتبك جدا لما بتقول لها انه بيروحوا الجيم مع بعض، وانها ما قالتلهاش بسبب انها مش بتروح كتير. وبيشرب سالم لحد ما بيسكر وبيغلط في الكلام وبيجيب سيره اسيل وتيا. سيف بيضربه وبيوقعه على الارض. فبتتضايق اسيل وبتتحجج بالصداع اللي عندها، وبتقول لجوزها انها هتمشي. وبتنهار اسيل لما بترجع البيت وبتلم هدوم سيف كلها وبتحطها في الشنطه عشان تطرده من البيت. واللي في الوقت ده بيلاحظ تيا وهي بتخرج من الحفله، فبيخرج وراها وبيحاول انه يتكلم معاها لكنها بتبقى متضايقه جدا بسبب مراته، وبتقول له انه مش بيحبها وبيتسلى بيها. فبيطلب سيف منها انها تبص في وشه، وبيسالها ان كانت مفكره انه بيتسلى بيها بعد كل اللي هم مروا بيه. فبتقول له تيا انها مش مضطره تعيش الوجع ده، وبتدي له مهله لحد تاني يوم عشان يقرر ان كان هيطلق مراته ويفضل معاها ولا لا، وان هي هتسيبه لو ما خدش قرار. وبعدها بتتكلم ريم مع سيف وبيسمعهم يزن وهم بيتكلموا، وبيعرف ان والده عنده شغل في الاجازه وان ده معناه انه مش هيعرف يروح مع المخيم. فبيتضايق جدا وبيبقى عايز يرجع البيت. وبتعرض عليه جمانه انها توصله، ولما بتوصل بتقول لها اسيل انها هتعمل لها شاي. وبتتصدم جمانه لما بترفع السكينه في وشها وبتسالها من امتى وهي تعرف، وبتقول لها انها عارفه كل حاجه. وبتتفاجئ جمانه لما بتعرف ان اسيل بتعرف علاقه جوزها بتيا. فبتحاول جمانه تدافع عن نفسها وبتقول لها ان سيف كلمها وسالها عن مرض بيتنقل عن طريق العلاقات، ووقتها هي عرفت وما قدرتش تقول لها عشان اسرار المرضى. فبتتعصب اسيل عليها وبتطلب منها ما تفكرهاش باخلاق المهنه. فبتقول لها جمانه ان دي نزوه وانهم مع بعض من 3 شهور بس، وبتعتذر لها انها خبت عليها وده لانها كانت خايفه ان بيتهم يتخرب. فبتضحك اسيل وبتقول لها ان سيف هيخرج من البيت خلاص. وبتقرر جمانه انها تقف في صفها. فبتحذرها اسيل من انها تقول اي حاجه لسيف، وده لانها عايزه تشوف الصدمه في عينه لما يوصل للبيت ويشوف شنطه. فبتوافق جمانه، ولما بتخرج بتتعصب على سيف لما يكلمها وبتطلب منه ما يدخلهاش في حواراته بعد كده. وبتزعل اسيل لما بتشوف صفحه تيا على الانستجرام وبتلاقي الصوره ليها وهي ماسكه ايد سيف، ووقتها بتفتكر اسيل الاسوره اللي كانت جايبها له هديه. وبتفوق على صوت سيف وهو داخل البيت وبيظهر عليه انه سكران ومش بياخد باله من الشنط، وبيدخل اوضته وبينام. وتاني يوم بترجع اسيل كل حاجه مكانها وبتجهز عشان تروح المستشفى، وبتقول يزن انه هيروح المخيم مع والده. فبيتبسط جدا لكن سيف بيرتبك خصوصا لما ريم بتتصل عليه وبتقول له انهم لازم يسافروا سوا عشان الشغل، بس سيف بيرفض وبيطلب منها تحاول تاجله. وبيروح سامر للكافيه اللي امل بتشتغل فيه وبياخد منها الفلوس اللي معاها بالعافيه، وبيبقى عايز يضربها لكن صاحبتها بتلحقها. وبتشتكي مريضه من دكتور رفيق بسبب انه كان سكران وهو بيشتغل، وعشان كده بيقرر مجلس الاداره انه يفصله. فبيتعصب على اسيل وبيقول لها انه كان السبب في انها تبقى نائبه رئيس الاطباء على الرغم من انه
لانه ما كانش في حد موافق بسبب انها ست. فبتوقفوا اسيل وبتقول ان كلهم حاسين بيه بعد اللي حصل لعيلته، فبيهددها رفيق انه هيفضل وراها لحد ما تغلط. وبعدها بتتفاجئ اسيل لما بتشوف تيا في المستشفى وبتقول لها ان والدتها نصحتها انها تكشف عندها. فبتكشف اسيل عليها وبعدها بتسالها ان كانت في علاقه منتظمه، فبتقول لها تيا لكنها مش بتقدر تشوفه غير مرتين في الاسبوع لانه متجوز. فبتسالها اسيل ان كانت مراته تعرف، فبتقول لها انها اكيد ما تعرفش، وده لانهم مش بيحبوا بعض اساسا، لكنه مضطر يفضل مع مراته بسبب ابنه. فبتاخد اسيل منها عين الدم وبتطلب من الممرضه تحللها بسرعه. وبعد شويه بتكلمها الممرضه وبتعرفها نتيجه التحليل، وبتتصدم تيا لما بتقول لها اسيل انها حامل، وبتخرج من المكتب على طول. وبتنهار اسيل لما ابنها بيكلمها وبيبقى مبسوط مع والده. وبعدها بتعرف من جمانة ان تيا ناويه تسقط نفسها، فبتقولها اسيل ان سيف لازم يعرف. وبترجع تيا لبيتها وبتبقى متوتره جدا، وبيتبسط يزن جدا وهو في المخيم وبيشكر والده انه راح معاه. ولما بيجي الليل بتجهز نادين وبتستنى سالم، وده لانها عايزه تخلف، لكنه مش بيهتم بيها وبيقولها انه هيتفرج على الماتش. وساعتها بتفتكر نادين كلامه عن الخلفه وبتقرر انها ترمي كل العرايس اللي هي عملتها عشان الاولاد اللي هتخلفهم. وفي الوقت ده بتروح اسيل للكافيه اللي امل بتشتغل فيه، وبتعرف انها مش موجوده لانها مريضه. فبتاخد اسيل عنوانها عشان تروح لها في نفس الوقت اللي امل بتحاول فيه انها تهرب من سامر لانه بيضربها لحد ما جرح وشها. لكن اسيل بتوقفه وبتقول لسامر انه مريض وعدواني وكمان مدمن، وبتهدده هتروح الشرطه وتشهد ضده وساعتها هيتحبس زي الكلب. فبيتعصب سامر وبيبقى عايز يضربها، لكن اسيل بترشه بالبخاخ في عينه وبتاخد امل وبتمشي. وبترجع تيا لبيت اهلها وبتسالها نورة عن الشخص اللي هي بتحبه، وبتقول لها انها مستنيه تعرفها عليه، وبتوعدها انها تفضل جنبها وهتدعمها. فبتقول لها تيا انه كان واحد من صحابها وحاولوا يكونوا سوا لكن الموضوع فشل. فبتحذرها والدتها من ان والدها يعرف وان هي هتخلي الناس يتكلموا عليها، وبترفض تيا انها تقول لها حاجه. فبتقول لها نورة انها تقول لوالدها، وده لانه مش ينفع تسيبها كده. وبتاخد اسيل امل للمستشفى عشان تعالجها، وبتتعصب عليه عشان هي سايبه سامر يضربها، وكمان بتبرر له وبتقول لها انه بيحبها ومش بيقصد يأذيها. فبتقول لها اسيل انها بتغلط في حق نفسها، وده لانه هيفضل يضربها طول ما هي ساكته. فبتعيط امل وبتقول لها انه بيعمل كده عشان ظروفه صعبه لكنها هتساعده وهتبقى كويسه. ومش بتصدق امل انه ممكن يموتها وهو بيضربها لانها مقتنعه انه بيحبها. فبتقول له اسيل ان مفيش حد بيأذي حد بيحبه، وبعدها بتقول لها انها تحجز لها في فندق لحد ما تقرر هي هتعمل ايه. وتاني يوم بتقرر اسيل انها تواجه سيف، واللي بيتصدم لما بتساله ان كان في واحده تانية في حياته، وبينكر وبيقول لها انه مفيش اي حد. فبتطلب اسيل منه انه يقول الحقيقه حتى لو كانت صعبه، وان هي ممكن تسامحه لو هو اعترف عشان ابنها وحياتهم، وان هي هتعتبرها نزوه وخلصت. وبتعيط وهي بتقول ان ده مش سهل عليها لكنهم هيقعدوا يتكلموا. لكن سيف بيصر على موقفه ومش بيرضى يعترف. فبتتعصب اسيل عليه وبتقول انه كذاب وان هي بتديله فرصه عشان يصلحوا علاقتهم لكنه مصر، وبتترجى انه يقول الحقيقه. فبيقول لها انه مشغول عشان المشروع بتاعه، وان هي بتتكلم في موضوع تافه، وانه عارف كويس انها تعبانه ومتوتره. وبتتراجع اسيل لما بتلاقيه مصر وبتطلب منه يقفلوا الموضوع. وبعدها بتدخل اوضتها وبتبعت رساله لجمانة وبتطلب منها تكلم سيف كمان 5 دقايق وتعرفه ان تيا حامل. واللي في الوقت ده بتتصل على سيف وبتزعق له بسبب انه مش بيرد عليها. وبتتعصب تيا اكتر لما بيقفل التليفون في وشها، وده لانه خايف ان اسيل تسمعه. وبعدها بتتصل جمانة عليه وبيتصدم سيف لما بتعرفه ان تيا حامل. وبتستمتع اسيل لما بتشوف نظره الصدمه في عينه. وبيتحجج سيف بالشغل وبيخرج، وبيفضل يرن على تيا لكنها مش بترد عليه. فبيروح لها البيت وبيخبط لحد ما بتفتح له، وبتتخانق معاه وبتقول له انهم خلاص ما بقاش في بينهم حاجه، وبتساله ان كان بيحبها ولا لا. في نفس الوقت اللي اسيل بتتكلم فيه مع جمانة وبتقول لها ان هي عايزه تعرف ان كان سيف هيختارها ولا لا، وان حقها انه يبقى معاها عشان هو بيحبها مش عشان ابنهم. فبتقول لها جمانة ان ده حقها اكيد، وانها متاكده ان سيف مش هيفضل مع تيا. في نفس الوقت اللي سيف بيقول لتيا فيه انه ما يقدرش يعيش من غيرها، وبيوعدها انه يحل الموضوع. فبتتعصب وبتقول له انها كانت تتصل بيه عشان تعرفه ان هي حامل لكنه ما ردش عليها عشان كان مع مراته. وبتنهار تيا وبتدخل الاوضه وبتقفل عليها، وبتتصل جمانة على سيف وبتقول له انها لازم تقابله. فبيوافق، ولما بيوصل بيسالها عن اللي هي عايزاه. فبتساله جمانة ان كان هيسيب تيا، فبيرتبك سيف وبيقول لها انه ما يعرفش. فبتتعصب جمانة وبتقول له انه لازم يسيبها ويعرف مراته كل حاجه، لكن سيف مش بيقدر يعمل كده، وده لانه خايف انه يطلق اسيل وما يعرفش يشوف ابنه تاني، وانه في نفس الوقت مش هيقدر يسيب تيا، وده لانه بيحس معاها انه شاب وبيحبها جدا. فبتتريق جمانة عليه لما بيقول لها انه بيحب الاتنين في نفس الوقت، وبتقول له انها مش مصدقه اللي بيقول الكلام المتخلف ده. وبيرتبك سيف لما بتساله ان كان الرجاله بس اللي بيقدروا يحبوا اتنين في نفس الوقت. وفي الوقت ده بتدخل والده سيف المستشفى وبتطلب من اسيل ما تقولش حاجه لابنها، وده لانها مش عايزه تقلقه. وبتتاثر اسيل لما حماتها بتطلب منها تاخد بالها من سيف، وده لانها حاسه ان في مشاكل
مشاكل بينهم، وبتنصحها تصبر وما تخربش بيتها عشان ابنها. فبتسكت أسيل ومش بترد. وبعدها بتشوف تيا وهي خارجه من عند جمانة وبتعيط، وبتعرف انها ناويه تنزل الجنين وان ده معناه ان علاقتها انتهت مع سيف. وفي الوقت ده بتجهز نادين العشاء عشان عيد جوازها، وبتبقى مستنيه سالم اللي بيتاخر عليها وبيتعشى بره. وبتحزن نادين لما بتعرف انه نسي عيد جوازهم. ولما بترجع أسيل للبيت بتلاقي سيف ويزن بيطبخوا، وساعتها بتفتكر كلام حماتها فبتقرر تتعامل عادي، خصوصا لما سيف بيقولها ان كل مشاكله اتحلت. وفي الوقت ده بنشوف تيا وهي منهاره وبتعيط، وبتحزن اكتر لما بتشوف صوره سيف مع ابنه. وبتروح جمانة عند نادين وبتعرفها ان تيا حامل، لكنها مش بترضى تعرفها ان أسيل تعرف. وبتقلق نادين فبتطمنها جمانة وبتقولها ان سالم عمره ما يعمل فيها كده، واللي بيرجع البيت متاخر جدا بعد ما نادين بتنام. وبيتفاجئ لما بيفتكر عيد جوازهم، وبيتاسف لنادين وهي نايمه وبيخرج من الاوضه. وفي نص الليل بتتصل تيا على سيف وبتبقى فاتحه الفيديو وبتشوفهم أسيل وهما بيتكلموا. وتاني يوم بتقرر انها تروح للمحامي عشان تتطلق، لكن بيبقى في مشكله ان سيف ساعتها هياخد نص فلوسها اللي هي ورثتها من اهلها، وده لانهم اتجوزوا في امريكا. وبنعرف ان أسيل هي اللي اشترت البيت اللي هم قاعدين فيه، ومش بس كده ولكنها اشترت الشركه لسيف من فلوسها. وبيقول لها المحامي انها لازم تثبت الخيانه عشان تاخد فلوسها كلها. وبيطلب المحامي منها انها تفكر كويس، وده لانها مش هينفع تتراجع لو رفعت القضيه. وبترجع أسيل بعدها للمستشفى وبتكشف على الجرح بتاع امل، وبتعرف منها ان سامر بيتصل عليها كتير لكن مش بترد عليه. وبعدها بتسال أسيل عن ان كانت هتطلق من جوزها، بتقولها ان الموضوع مش سهل طول ما في اطفال. فبتطلب امل منها انها تكلمها لو احتاجتها، وده لانها ممكن تخلصها من جوزها زي ما هي خلصتها. وبتروح أسيل العنايه وبتتكلم مع حماتها وبتقولها ان ابنها حطها في اصعب اختبار وان هي مش عارفه تعمل ايه. وبيتبسط سيف جدا لما عماد بيوافق انه يشوف المشروع بتاعه، وبيقولوا انه هيقابله في المكتب. وفي الوقت ده بتكون نورة مع صاحبتها وبتتفاجئ لما بيجيبوا عريس لتيا واللي بيكون ابن صاحبة نورة. وفي الوقت ده بتكون أسيل في الصيدلية وبتشوف تيا وهي بتشتري دواء، وبتعرف انها قررت تخلي الطفل. وبتقولها تيا ان حبيبها قرر انه يقول لمراته، فبتضايقها أسيل وبتقول لها انها هبله لو صدقت كلام راجل بيخون مراته. لكنها بتتصدم لما تيا بتقول لها ان علاقتهم جد وانهم يعرفوا بعض من سنتين. ساعتها بتكتشف أسيل ان جمانة كانت بتكذب عليها لما فهمتها انها كانت نزوه ومن 3 شهور بس. وبتقول لها تيا ان ده الوقت المناسب عشان حبيبها يسيب مراته. وبترجع أسيل البيت وبتبقى متضايقه وهي بتشوف سيف وهو بيلعب مع ابنه لدرجه انها بتجرح ايديها، وبعدها بتخرج من اوضتها وبتعيط. وفي الوقت ده بيشوفها سالم. وتاني يوم بتتصل أسيل على المحامي وبتقول انها قررت تتطلق، فبيطلب منها انها تعرف كل حاجه عن حسابهم المشترك. بيفكرها المحامي ان جوزها يقدر ياخد نص فلوسها وعشان كده لازم يبقوا عارفين كل حاجه. وبترجع أسيل البيت وبتقابل سالم واللي بيقف وبيتكلم معاها. وبتتضايق نادين لما بتشوفهم لكنها بتعزم أسيل وسيف على العشاء. وبيلاحظ عماد ان تيا مش كويسه وده لانها مش بتقدر تفطر، وبترجع لما بتشم ريحه الاكل. وفي الوقت ده بتروح أسيل البنك وبتتصدم لما بتعرف ان سيف خد قرض بضمان البيت اللي هم قاعدين فيه، ومش بس كده لكنه كمان سحب الوديعه اللي كانوا عاملينها عشان تعليم ابنهم. وبتنهار أسيل لما بتفتش في المكتب وبتعرف ان سيف جاب مجوهرات وبيت لتيا بفلوسهم. وبيحس يزن ان في حاجه غلط لما بيشوف والدته وهي بتفتش في المكتب. وبعدها بشويه بتروح لبيت نادين واللي بتسالها عن موضوع الشعرايه، فبتكذب أسيل عليها وبتقول لها انها كانت بتشك على الفاضي. وبعدها بتعمل فيها نفس المقلب اللي عملته فيها، وبتقول لها انها تسافر دبي اخر الشهر وانها مش تقدر تخبي عليها اكتر من كده، وده لانها تروح دبي عشان تقابل سالم. فبتتصدم نادين ومش بتبقى عارفه تتكلم، فبتضحك أسيل وبتقول لها انها بتهزر معاها. وبيستغرب سيف لما أسيل بتقعد جنب ابنها ومش بترضى تقعد جنبه. وبيحس يزن ان اهله هينفصلوا عن بعض. وبيروح سامر للكافيه اللي امل بتشتغل فيه واللي بتسمعه وبيتكلم مع صاحبتها، وبتعرف انه لها شغل جديد وانه كمان رجع لها العقد اللي خده منها. ولما بيجي الليل بيسيب سيف صحابه وبيقول لهم ان عنده شغل. فبتقرر أسيل انها تروح وراه ده لانها بتشك انه هيقابل تيا، وبتفتح تليفونها عشان تصورهم وهم متلبسين وبتتخيلهم أسيل وهم مع بعض. لكنها بتتصدم لما بتدخل المكتب وبتلاقي سيف وسط الموظفين. وبترتبك أسيل وبتقول لهم انها كانت جايبه لهم اكل، وبتكذب على جوزها وبتقول له انها كانت عامله له مفاجاه، لكن بيظهر عليها التوتر وبتسيبه وبتمشي. وبتروح المستشفى وبتقعد جنب حماتها واللي بتسالها عن اللي بتعمله في الوقت ده. فبتعرفها أسيل ان سيف بيخونها مع بنت عندها 24 سنه وان هي كمان حامل. فبتتصدم حماتها ومش بتصدق ان ابنها ممكن يعمل كده. فبتقول لها أسيل انه خرب البيت وبتسالها عن المفروض تقوله ليزن. فبتحذرها حماتها وبتقول لها انه هيكره سيف واللي عاش عمره كله من غير اب. وبتطلب منها حماتها انها ما تعملش في يزن نفس اللي اتعمل في سيف. فبتعيط أسيل وبتقول لها انها ما عملتلوش حاجه غير انها حبته. وبتنهار حماتها لما بتعرف ان سيف رهن البيت وان أسيل ناويه تتطلق. وبتتعب حماتها ومش بتبقى قادره تاخد نفسها. فبتعتذر لها أسيل وهي بتعيط وبتطلب منها انها تسامحها. وبعدها بترجع للبيت وبتلاقي نادين مستنياها وبتقول لها ان يزن حاسس انها متخانقه مع سيف. فبترفض أسيل انها تتكلم معاها في حاجه. وبعدها بتدخل على ابنها واللي بيتفرج على فيديو ليه معاها ومع والده، وبيسال يزن والدته ان كانت متخانقه مع والده، وبيقول لها انه مش صغير وانه مش فاهم كل حاجه. فبتقول له أسيل ان الخناقات اللي بين المتجوزين عادي. وبتحزن لما يزن بيترجاها عشان ما تنفصلش عن ابوه. وتاني يوم بيكشف سالم عندها في المستشفى وبتقول له أسيل انه لازم ياخد باله من اكله ويعمل رياضه. لكنها بتتفاجئ لما سالم
وبيعزمها على الغدا لو هي حبت. في الوقت ده بيكون سيف في الشركه مع عماد وبيتصدم لما اسيل بتتصل عليه وبتعرفه ان والدته ماتت، فبيروح المستشفى بسرعه وبينهار لما بيشوف والدته بيعيط. وبتحاول تيا انها تتصل على سيف لكنه مش بيرد عليها، فبتتعصب جدا لما بتعرف من نورا ان والدته ماتت وبتكذب على والدتها وبتقول لها انها تنام عند صاحبتها. وبيدخل سيف اوضه والدته وبتساله اسيل ان كان كويس، فبيقول لها انه خايف وده لانه حاسس انه لوحده، وبيعيط وهو بيقول لها انه مش مصدق اللي حصل. وبتتفاجئ اسيل لما بينام على رجليها وبترتبك ومش بتبقى عارفه تطبطب عليه. وبعدها بتتاثر اسيل لما الشغاله بتديها خاتم حماتها واللي وصت ان اسيل تاخده، وده لانها كانت بتعتبرها بنتها اللي ما خلفتهاش. وبتطمن جمانة لما بتعرف ان اسيل مش هتتطلق وبتقول لها ان امها حياتها اتدمرت لما اتطلقت. وبعدها بشويه بيجي مكالمه لسيف من تيا، فبتشك اسيل فيه وبتمشي وراه في نفس الوقت اللي سالم بيشوفها فيه وبيمشي وراها هو كمان. وبتصدم اسيل لما بتشوف جوزها وبيحضن تيا في العربيه، ولما بترجع للبيت بتقطع صورته وبترميها في الزباله وبتبقى عايزه تسيب الاوضه وتنام لوحدها، لكنها بتفتكر كلام المحامي واللي طلب منها انها ما تعملش اي تصرف غريب عشان جوزها ما ياخدش باله ويعمل احتياطاته، وعشان كده بتضطر انها تنام جنب سيف. وتاني يوم بتتصل على امل وبتقول لها انها محتاجه مساعدتها. وبعدها بشويه بنشوف امل وهي بتخبط على تيا وبتكذب عليها وبتقول لها انها جارتها الجديده، فبتتبسط تيا جدا خصوصا لما بتعرف ان هي كمان حامل، وبتطلب من امل انها تدخل البيت وتقعد معاه شويه. وفي الوقت ده بيفوق سيف وبيشكر اسيل على وقفتها جنبه وبيقول لها انه لولاها كان هيضيع، فبتواسيه اسيل وبتقول انها عارفه كويس انها فتره صعبه وبعدها بتحضنه. وفي الوقت ده بتفتكر كلامها مع المحامي واللي بيقول لها انهم لازم يعرفوا ان كان اشترى البيت باسمه ولا لا، وكمان عمل ايه بالفلوس اللي سحبها، وده لانه ممكن يكون سحب الفلوس لانه خاف ان البنك يحجز عليهم. وبيحذرها المحامي ان سيف يعرف اي حاجه وده لانه ممكن ياخد منها كل حاجه حتى ابنها، وعشان كده اسيل انها تتعامل عادي مع سيف. وفي الوقت ده بتكون نادين في الكوافير وبتشجع نورا انها تغير شعرها وتخليه احمر، فبتفكر نادين وبتوافق. وبتتصل تيا على سيف عشان تطمن عليه وبتشوفهم اسيل وهما بيتكلموا. وفي الوقت ده بتبعت لها امل رساله وبتعرفها ان تيا كانت بتتكلم مع جوزها، وبتتضايق نادين من رد فعل سالم واللي بيضحك اول ما بيشوف شعرها، فبتتحرج وبتدخل اوضتها وبتعيط وبتمثل اسيل على سيف وبتتاسف له عشان شكت فيه قبل كده. وفي الوقت ده بتتصل امل عليها وبتعرفها اللي حصل وبتقول لها ان تيا كانت بتبعت صورة لحد، فبتدور اسيل في تليفون سيف لكنها مش بتلاقي حاجه ولا حتى تليفون التاني اللي كان موجود في العربيه. وبتتفاجئ لما بتشوف سالم واقف وراها. وتاني يوم بيروح عماد المستشفى مع صاحبه عشان اسيل تكشف على زوجته، وبيطمن عماد صاحبه بيقول انه واثق فيها، لكن اسيل بتقول الحقيقه لزوجته وبتعرفها ان زوجها بيخونها وده لانه نقل لها مرض مش بيتنقل غير عن طريق العلاقات. وبتقول لعماد ان ده واجبها وانها لازم تعرف المريض بالمرض اللي عنده. وبتشوفهم جمانة وهما بيتكلموا لكنها مش بتسمع حاجه. وبيقول عماد لاسيل ان البيوت اسرار وبيسالها ان كانت تعرف كل حاجه عن جوزها، فبتقول له انها اكيد عارفه ان جوزها بيعمل لها حساب، وبتساله كان بيعمل حساب لزوجته. وبيتصدم عماد لما بتساله عن حبيب بنته واللي اكيد بيعمل لها حساب برضه. وبتكذب اسيل عليه وبتقول له انها شافت بنته مع واحد وكان باين عليهم انهم بيحبوا بعض. فبيتعصب عماد على تيا وبيزعق لها وبيقول لها انها خانت ثقتهم على الرغم من انهم ادوها كل حاجه. وبتتفاجئ تيا لما بتعرف ان في حد غير نورا هو اللي عرف والدها، وبتعيط تيا وبتطلب من ابوها يديها وقت عشان تعرفه على الشخص اللي بتحبه. فبيقول لها عماد انه بيلعب بيها وانه كان هيدخل البيت من بابه لو كان جد. وبتروح جمانة عند نادين واللي بتتصدم لما بتعرف ان اسيل عارفه كل حاجه، وبتبقى عايزه تقول لسيف لكن جمانة بتمنعها وبتقول لها انها وعدت اسيل ان محدش يعرف. وفي الوقت ده بتسمع امل تيا وهي بتتخانق مع سيف وده لانه مش عايز يطلق مراته. وبعدها بيوصل سالم وبتلومه جمانة بسبب تريقته على نادين وبتقول انهم كبروا وما عادش ينفع انه يعمل كده. فبيتضايق سالم وبيخرج من البيت. وبتتصل جمانة على سيف وبتعرفه ان اسيل كانت بتتكلم مع عماد لكنها ما تعرفش هما كانوا بيقولوا ايه، فمش بيعرف يرد. وتاني يوم بيخرج مع اسيل وابنه وبيقعدوا على البحر، وبتعيط اسيل لما بتشوف ابنها وهو مبسوط وبيلعب مع ابوه. ولما بيرجعوا بتتصل نادين على سيف وده لانها ناويه تعرفه الحقيقه، لكن سالم بيوصل ومش بتعرف تتكلم. وبتروح اسيل المستشفى وبتقابل جمانة وبتقول لها انها عارفه كويس ان هي بتلعب على الحبلين وان هي بتوصل اخبارها لسيف. فبتحاول جمانة تدافع عن نفسها لكن اسيل بتسيبها وبتمشي. وبعدها بتقعد مع زوجة صاحب عماد واللي بتطلب من اسيل انها ما تحكيش اللي حصل وده لانهم مهمين في المجتمع. فبتطمنها اسيل وبتقول لها ان عمرها ما هتتكلم. وبتستغرب لما المريضه بتقول لها انها مش هتتطلق من جوزها وده لانها شركته في كل حاجه وان هي كانت معاه من الصفر لحد ما وصل اللي هم فيه وانها اكيد مش هتتنازل عن كل ده عشان نزوه. فبتسكت اسيل ومش بتعرف ترد عليها. وبيتصل سيف على تيا لكنها مش بترد عليه واللي بتبقى متوتره جدا وهي بتشوف الرسائل لكنها بتقرر انها تكلم سيف. وفي الوقت ده بترجع اسيل البيت وبيقول لها جوزها ان عنده مشكله في الشغل وهيتاخر. فبتتصل على امل وبتطلب منها تراقب سيف وتعرف ان كان رايح عند تيا ولا لا. فبتخرج امل من الكافيه وبيتفاجئ
سامر لما بيشوفها وهي بتركب عربية فبيمشي ورا لحد ما بتوصل العمارة، وبتشغل أمل الكاميرا عشان تصور سيف، وبتتصدم لما بتخرج من العربية وبتشوف سامر قدامها واللي بيسألها عن العز اللي هي بقت فيه، فبتطلب أمل منه إنه يبعد عنها وبتقوله إنها تتطلق منه. فبيتعصب سامر وبيسألها إن كانت أسيل هي اللي بتديها الفلوس وإن أكيد هي عايزة منها حاجة، فبتسيبه أمل وبتدخل العمارة. لكن سامر بيدخل وراها وبيخبط على بيت تيا عشان يعرف مين اللي بيروح عند مراته، وبتحاول أسيل إنها تتصل على أمل لكنها مش بترد عليها ولا حتى على الرسايل. وبيدخل سامر بيت تيا وبيتعرف عليها وعلى سيف، وبيتصدم لما بيعرف إن تيا حامل زي مراته، وبتقلق أسيل لما أمل مش بترد عليها، وبتتصل على سيف واللي بيقول لها انه هيضطر يبات في الشغل. وبتتضايق تيا لما بتسمعه وهو بيرد على مراته وان هو كمان بيحبها. في الوقت ده بيشوف سامر تليفون امل في العربيه فبياخده وبيشوف الرسائل اللي عليه، وبتخرج اسيل من البيت عشان تتمشى وبتقابل سالم واللي بيقول لها انه عارف كل حاجه. فبتساله اسيل عن المفروض تعمله وان كانت تطنش او تتطلق من جوزها، وان هي بتفكر طول الوقت على اللي اتغير فيها وان ممكن يكون هي اللي اتغيرت وشكلها ما بقاش حلو. فبيقول لها سالم ان العيب مش فيها وان هي لسه حلوه، فبتتبسط اسيل وبتشكره. وتاني يوم بتتفاجئ لما بيروح لها سامر المستشفى وبيعرفها ان تليفون امل معاه، وبيطلب منها 20,000 دولار مقابل انه يديلها التليفون وانه هيروح لجوزها لو هي رفضت. وبتتعصب اسيل اكتر لما سالم بيبعت لها ورد، وبعدها بتقابل المريض اللي كان بيجرح جسمه وبيرجع يقول لها انه حاسس بيها وانه عارف كويس ان عندها مشاكل مع جوزها، وبيديها فلاشه وبيقول لها ان عليها كل حاجه. وفي الوقت ده بتكون نادين في النادي وبتشوف تيا وهي بتدخل الحمام وبترجع، وبتقول لها نادين ان هي عارفه انها حامل وانها كانت ساكته لانها كانت مفكره ان علاقتها بسيف كانت نزوه. فبتقول لها تيا انها كانت عارفه من البدايه ومع ذلك ما قالتش حاجه، لكنها بتخاف لما نادين بتقولها ان اسيل بتلعب دور الهبله بمزاجها، وبتطلب منها انها تفكر وساعتها هتعرف ان اسيل بتعرف كل حاجه. فبترتبك تيا ولما بترجع للبيت بتلاقي والدتها مستنياها واللي بتطلب منها انها تخرج معاها عشان تشتري حاجات. وبتتاثر تيا لما بتشوف لبس اطفال وبتقول لها والدتها ان صاحبتها بقت جده، وبتطلب نورا من بنتها انها ما تتجوزش بدري وتعيش حياتها. فبتحزن تيا وبعدها بتخرج هي ووالدتها ووالدها عشان يتغدوا. وفي الوقت ده بيقابلوا اسيل وابنها، وبتتصدم تيا لما بتشوف سيف وبتقلقهم اسيل اكتر، وبتطلب من عماد ونورا انهم يتغدوا معاهم. وبترتبك تيا لما اسيل بتسالها ان كان في حد في حياتها، وبيتوتر سيف ومش بيعرف يتصرف. وبيخلص الجزء الاول.